لك لامتى بدي طول بالي لحسا؟ سنة ونص وبيخلص مفعولي وبصير مواطن عادي مثلي مثل غيري. وساعتها شو بقدر اعمل اخ بس لو هيك بيسمحوا بسلك قطاع خاص، لك كان الواحد ما بتفرق معه، بيفتح مخفر على حسابه وبيحقق على كيفه. بس ممنوع ممنوع. طيب شو بدنا نسوي له ابو نادر؟ شو بدنا نسوي؟ نصيبنا هيك. لا خيو ما نصيبنا. انا بعرف كيف خليهم يعملوا جريمه. كيف خيو سيدي؟ بدي خليهم يضربوني. جريمه ولا ما جريمه؟ جريمه؟ كيف ما جريمه؟ اعتداء على ممثل السلك. بس كيف بدك تعمل هذه؟ كيف بدي اعملها؟ ليك ويا كل ما اشوف واحد منهم افضل بستفزه وبزعه لهنا وبسبه لحتى شو ما بقى يقدر يتماسك نفسه. ساعتها شو بدي اعمل؟ بدي يضربك. جريمه ولا ما جريمه؟ ولك جريمه كيف ما جريمه؟ بس يعني ابو نادر انت هيك ما راح تستفيد شيء، لانه هذه بالجرم المشهود ما بدها تحقيق. ولا راح تضل غشيم وغرض طول عمرك وما بتفهم. لك هلا معقوله ابو نادر على سنه ورمح يخلي واحد يضربه وياكل اكله مشان بالاخير يمسكه بالجرم المشهود؟ طيب كيف بدك تحقق معه لو ابو نادر؟ اذا شفته بعينك يعني عدم مؤاخذه ما راح تستفيد شيء. وقتها ولا راح اتهمه انه فهني مؤامره. فهمت هلا؟ مؤامره؟ يا أمة الله. لك شبقا واقفين لي قدام المغفر مثل الكشاف. نادر خيو باعتبارك انت بتمثل السلك فجايين الناشطة لحتى تحقق بالمؤامرة. اي مؤامره يا بيسه؟ لا شبك سيدي ابو نادر، بدك الخبز مخبوز والمي بالكوز وبابوري رايح بابوري جاي، اخدم زاتيتك بزاتيتك شوي شبعك. قلنا انت شو هي المؤامرة القصيرة اللي عم بنحكيها، يعني كمان نحن بدنا نقول لك شو هي. ما حاجة نحن عم نحكيها. يا ابو نادر بدك فشخة من عندك وفشخة من عنا. ديمون عبلاطة نحن بدنا نعترف، بس انت كمان حدد لنا شو هي المؤامرة يلي بدك ايانا نعترف عليها. ونحن جاهزين. شعب متهاون. ايوه الحشا.